أنا اكتشفت إن أنا طلعت عايش في وهم أنا اللي بانيه لنفسي يعني، ودي مش أول مرّة بصراحة أكتشف الاكتشاف دوّة. أنا اكتشفته من سنتين لمّا كنت مقتنع إن أنا عايز أبقى مبرمج وهكذا يعني، واكتشفت إن أنا كنت متأثّر بالعوامل الخارجية اللي بتقعد تقول لك البرمجة و100,000$ في السنة والّا في الشهر، والحاجات ديّة خلّتني أقتنع إن أنا عايز أبقى مبرمج. فكنت عايش في وهم ساعتها والحمد لله، الحمد لله يعني اتعافيت من هذا الوهم، ورجعت تاني أعيش في الوهم ده. اكتشفت بصراحة من كام يوم، من حوالي أسبوع ونُص، إن أنا عايش في وهم. وبصراحة يعني أنا جاي أقول إن أنا كنت عايش في وهم عشان ممكن أنت كمان تكون عايش في وهم وأنت مش حاسس. ولمّا اكتشفت إن أنا عايش في وهم، كتبت القصيدة دي، كتبتها بالإنجليزي مش عارف ليه. بُص، معلش أنا هاقراها بالإنجليزي فإيه، يعني فبس كده. المهم أنا هاقراها فركّز معايا، أنا مكسل أترجمها والله العظيم. I realized a bad thing, and it's that I've been living in an illusion of becoming rich. Just because I knew some English, do some calisthenics skills, creating some content, working as a video editor, and be able to and having the ability to pay my bills, uh, don't mean that I'll be someone rich in the future. Hustling for becoming someone is something, and being anxious is an absolutely another thing. Is an absolutely something different. Bismillah. I thought that I'll be rich, but my way of thinking is so poor, filling with fear of everything, and it's killing me. I thought, I thought, what? I thought that I could think as an entrepreneur. I thought that I have an entrepreneurial mindset. I thought that I have the entrepreneurial mindset just because I watched some YouTube videos about it. But actually, I have experience. Yeah. Even if I had one experience, I would choose not to gain it. You know why? Because of fear. I've been struggling with fear all the time. But the only thing that keeps me on the way is Allah. Allahu Akbar. Faith, the bond between me and Allah. فبالتالي لما اكتشفت، فملخص الكلام ده كله اني اكتشفت اني من كتر مشاهدتي للفيديوهات من النوع معين، اقتنعت اني جزء من الناس دي، الناس اللي بتتكلم عن البيزنس والحاجات ديت. في الواقع يعني انا عندي زيرو خبره في الحوار ده، بس تكرار الفيديوهات ديت وتكرار مشاهده الفيديوهات دي خلاني احس اني واحد منهم. وده وهم كبير جدا خلاني احس بالاطمئنان في المستقبل من غير ما اعمل حاجه، او بمعنى صح ما بعملش حاجه فعليه او توصلني للحاله دي. إيه هي بقى الحاله دي؟ رياده الاعمال يعني، من الاخر انا بتكلم عن الموضوع ده. فلما اكتشفت ان انا عايش في وهم، لا حول ولا قوه الا بالله، لما اكتشفت ان انا عايش في وهم، بصيت كده للحياه كده، اللي هو فضلت واقف كده عامل كده بالظبط، وعمال اراجع حياتي كلها القديمه وابص على مستقبلي. واكتشفت اني هافضل واقف في نفس المكان لو فضلت بنفس التفكير الفقير. التفكير الفقير ده، الفقير مش الماديًا يعني، الفقير من ناحية التفكير. فمع الوقت، بقى لي بتاع أسبوعين أهوّة، أنا نزّلت الفيديو ده عشان بس يمكن كمان أنت تكون عايش في وهم زيي، في نفس الوقت أنا فاهم، باحاول أشيل الوهم ده خالص من الحياة يعني. فإن شاء الله على الفترة الجاية، فأنت ممكن تكون مشاهدتك لفيديوهات من نوع معين بتكلمك عن إزاي تعمل فلوس وإزاي تتعلم كذا وأهم مهارة وأهم مش عارف إيه، خلّاك تحس إحساس زائف بالأمان إن أنت عملت حاجة فعليًا، ولكن أنت طول اليوم عمّال تتفرّج، عمّال تفكّر، بس ما بتعملش حاجة. حتى لو بتعمل حاجة تدّيها كام وقت، مثلًا ربع ساعة في اليوم، وبعدين تقول أنا مش قادر، أنا فقدت الشغف، فقدت الأمل، فقدت مش عارف إيه. ده منطقي؟ ف
اكتشفت حاجة كنت عايز هاعمل عنها فيديو تاني يعني إن شاء الله، إن مشاهدتي للفيديوهات أو إن أنا باحيط عقلي بناس تفكيرها أعلى منّي، دي حاجة حلوة، بس مشكلتها إن بتخلّيني أحس إن أنا واحد منهم وأنا ما عملتش أي حاجة. فالوهم دوّة لمّا اكتشفت يعني إن أنا أعاني من هذا الوهم، قررت أغيّر مسار حياتي، هو نفس المسار يعني بس قررت آخده بجدية أكتر، لإن هو كان المسار ده كلّه بيتمحور أو اللي بيوقّفني دايمًا الخوف يعني. فبس كده، أنا كنت عامل الفيديو ده عشان حاجة زي مثلًا إني باوثّق أو بdocument يعني الjourney الرحلة، مش عارف ليه باقول كلام إنجليزي، باحاول أوثّق الرحلة إن إحنا إن شاء الله نتغلّب على هذا الوهم ونخلّي الوهم حقيقة، كلمة cringe أوي نخلّي الوهم حقيقة، بس إن شاء الله نحاول نخلّي هذا الوهم واقع نتعايش ونعيش فيه كمان. فبس كده، ده كان فيديو صغير جدًا يعني مش حوار، هو بس ممكن تكون أنت كمان بتعاني من نفس المشكلة، فأنا شايف إن حل المشكلة ديّة إنك تقعد مع نفسك وتفكّر كده ببساطة، هل أنت عملت حاجة يعني بلاش دي، بلاش مثلًا القعدة دي، هل اللي أنت بتسعى له دوّة، هل أنت فعلًا عايزه والّا أنت اتوهمت إنك عايزه؟ يعني مثلًا مصر كلّها فيها كام شاب، 20.000.000 شاب مثلًا، 18.000.000 منهم كان عايز يبقى لاعب كورة، يعني مش منطقي إن يبقى 18.000.000 بني آدم هدفهم يبقى نفس الهدف، ولكن أنت عشان كنت مُحاط بناس كتير بتلعب كورة، كنت بتلعب كورة، فتوهّم لك إن أنت عايز تبقى لاعب كورة. في ناس بجد بتبقى عايزة تبقى لعيبة كورة وكده، بس أنت ممكن تكون أنت عايش في الوهم وأنت مش عارف. أنا مش باتكلم على الكورة بالمناسبة، بس أنا بادّيك مثال يعني. فكونك يعني بس، يعني شايف إن دوّة وَهْم محتاج يعني أنا عِدت كلمة وَهْم كتير أوي في الفيديو دوّة، محتاج إن أنت أنا أقف مع نَفْسي مش أنت، أنا أقف مع نَفْسي وقفة وأراجع فيها نَفْسي عشان الموضوع مش منطقي جدًا بصراحة إن أنا أفكّر في الحاجة، أقعد أفكّر فيها مرّة في التانية في التالتة، فييجي لي شعور زائف بالإنجاز مثلًا أو بالاطمئنان. ثانية بس أتأكد إن الصوت شغّال عشان إيه فاهمني؟ آه شغّال، حاسّه مش شغّال أوي. فاهمني؟ لحظة كده، فاهمني؟ بس، حاسس إن أنا عدّلته مثلًا، فبس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبك، مش عارف هيعجبك على إيه بس أنت ممكن تكون يعني هي resonate معناها إيه؟ بتresonate with me فاهم، اللي هو إيه؟ ليها معنى اللي هو الكلام ده ممكن يكون برضه إيه، نسيت الكلمة والله، اللي هو يعني حاجة بتحصل في حياتي هي بتحصل في حياتك أنت كمان فاهم، فأنت ممكن تكون إيه، يعني أنا مش فاهم مش عارف اسم الكلمة، اللي هي resonate دي تقريبًا اسمها إيه؟ اللي هو أنا الحالة اللي أنا عايشها ديّة أو الموقف اللي أنا حكيته دوّة، اللي هو الوهم دوّة، أنت ممكن تكون أنت مرّيت بيه فاهمني، فبما إن أنت مرّيت بيه وأنا مرّيت بيه، هو بس عملت الفيديو ده أتكلّم عنه يعني مش حوار، مش أكتر، بس فإن شاء الله هنحاول ننزّل محتوى الفترة الجاية، كنت بانزّل أصلًا قبل كده بس وقّفت، فبس، أنا قُلت بس كذا مرّة تقريبًا، بسم الله. حاول تراجع نَفْسك في حلمك أو الهدف اللي أنت بتجري وراه، لإن ممكن يكون مش هدفك فاهم، ممكن تكون وهمت نَفْسك بإن ده هدفك، صح؟ ممكن يكون هدفك، الله أعلم. أنت إيه هدفك يعني مش فاهم؟ عايز تبقى غني؟ ليه اخترت تبقى غني مثلًا؟ عشان يبقى عندك حرية مالية وهكذا، والّا الناس أقنعتك إن أنت عايز يبقى عندك حرية مالية، مع إنك أصلًا مش هتقدر تتحمل ضريبة الغنى أو فتنة الفلوس مثلًا، يمكن أنت فاكر إن أنت مختلف مثلًا عن الناس اللي حواليك، عشان أنت بتفكر إنك تبقى غني وعندك عربية ومش عارف تعمل كذا وكذا وكذا، بس ده مش اختلاف،
ده بس أنت شُفت فيديوهات كتير أوي خلّتك تحس بالإحساس دوّة، ممكن تكون كل الناس كده أصلًا مش أنت لوحدك اللي فكّرت تبقى غني والّا حاجة، بس هل أنت بتعمل إنّك تبقى غني؟ هل أنت بتعمل إنّك تبقى ناجح؟ وإيه أصلًا مفهوم النجاح بالنسبة لك؟ بُص هي أسئلة كتير أوي، أوي، أنا مش هاجاوب عليها دلوقتي، بس يعني بس كده، أقابلك بقى الفيديو الجاي إن شاء الله، الجودة بتتغيّر أول ما تبُص جنبي، بس. أيوه بتتغيّر، يعني وما تنساش تصلّي على النبي، خليك فاكر إنّك بس تسعى وتسيب كل حاجة على ربنا، بس تسعى صح، ما تسعاش أي سعي وخلاص، وبس كده.